في الاخر خلاص، لو حاسس انك دايما محتاج حد يشوفك يطمنك يحس بيك، خليني اطمنك، ده مش ضعف. طلبك للاهتمام مش عيب ولا انانيه، ده معناها ان في حته جواك اتعلمت بدري ان الصوت مش بيتسمع غير لما يعلى. بس خليني اقول لك حاجه مهمه، انت مش محتاج تعمل عرض عشان تتحب، ولا محتاج تتكسر عشان حد يقرب. انت تستاهل الامان وانت هادي، تستاهل القرب وانت على طبيعتك، تستاهل ان حد يسمعك من غير ما تصرخ. ولو اول مره في حياتك هتحاول تطلب الدعم بهدوء، صدقني دي شجاعه مش ضعف. ولو انت اللي دايما بيطلب منك الاهتمام، انت اللي دايما موجود، اللي دايما بيسمع وبيستحمل وبيختار ما يمشيش، وجودك فرق حتى لو محدش قالك. الشخص اللي قدامك مش بيطلب اهتمام عشان يتحكم فيك، غالبا هو بيطلبه لانه عمره ما اتعلم ان الامان ممكن يجي من غير دراما. واحيانا بتبقى انت اول شخص ما سابوش وقت ما مشاعره عليا، وده لوحده شفا. بس اسمعني كويس، وجودك مش معناها انك تلغي نفسك ولا تتحمل اكتر من طاقتك. اجمل دعم ان انت تفضل موجود بس ثابت، تحب من غير ما تدوب. في الاخر احنا مش بنبقى محتاجين تسقيف، احنا بنبقى محتاجين امان. اللي بيطلب اهتمام بيبقى محتاج قرب، واللي بيدي اهتمام بيبقى محتاج حدود. والتوازن هو الحب الحقيقي. بنفهم نفسنا عشان نرتاح. ولو الكلام ده لمس حاجه جواك، انت مش لوحدك، عمرك ما كنت لوحدك. كان معاكم مريض نفسي، بشوفكم الحلقه الجايه.